الفرقه فرقه قويه، فرقه قويه جدا، تمام، ومميزه، عندها لعيب، تمام، زي ما انا قلت كده بيتمتع بالصفات البدنيه العاليه، 2 لعيبه، تمام، لعيب طويل قوي بيطلع في الركنيات، بيسدد من مختلف الزوايا. طب نعمل ايه يا كابتن؟ نواجه الكلام ده ازاي يا كابتن؟ اقول لك انا بقى تواجه الكلام ده ازاي. معايا في المحاضره بعد ما قرانا الفاتحه الناس تركز معايا. بصوا يا شباب، طريقه اللعب المعتاده اللي احنا شغالين بيها دلوقتي، الفرو بتاعنا مخفي، يعني الفرو بتاعنا صامت، تمام؟ بنلعب من غير ايه؟ من غير فرو، تمام يا كابتن؟ جميل؟ الناس شايفه الكوره كلها؟ تصبروا؟ طيب عندنا سد باكين، اللي هيبدا عندنا نفس التشكيل اللي فات بالظبط، هيلعب سيف، سد باك ناحيه اليمين، سد باك ناحيه الشمال حمزه، تمام؟ باك ليفت محمد عطيه، باك رايت بربوني، نص ملعب الاثنين السيسي ومين؟ سيسي ومين؟ وألف، تمام؟ أراعي التركيز، أراعي في البداية التمرير مع بعض، نجمع لعب، ما نستعجلش الفوز. تكسب إن شاء الله توفيق من ربنا هنكسب، بس أهم حاجة نعمل إيه؟ نجمع لعب مع بعض، ننقل مع بعض على قد ما نقدر، ناخد الثقة بتاعت الملعب الأول. خدنا ثقة الملعب في تنقيل الكورة، تمام؟ نبدأ نطور إيه؟ اللعب بتاعنا أو الشق الهجومي بتاعنا. تمام؟ هما كالتالي هيلعبوا مثلا وليكن سيناريو للمباراة. أنا حاطط سيناريو للمباراة، 2 مثلا تحت، راجل ناحية الإيه؟ اليمين، راجل ناحية الإيه؟ الشمال، راجل فين؟ في النص، وراجل فيرود. تمام؟ ثواني عفوا، نجيب الإيه؟ باقي اللعيبة عشان يبقى كله إيه؟ عارف هيدوروا إيه بالظبط، هنعرف نهاية. تمام؟ اللعيب رقم كده مهاجم أو 9 أو 3. بالنسبة لنا الخط ظهرنا مفيش مشكلة، احنا عندنا زيادة عددية بنلعب ب2 لعيب. هو بيشتغل بفرود واحد كده، تمام؟ هيبقى بين الاثنين، انا مش عايز يقف بين الاثنين. اول حاجه بقى نبدا شغلنا في البدايه، الراجل ده لما يسقط مش عايز يشتغل بين الاثنين، راح هنا بتاع مين؟ بتاع سيف، ناحيه اليمين ده بتاع مين؟ بتاع سيف، وسيف وحمزه اداله كده، بص لي يا حمزه، هترحل ضغطت وراه، محمد عطيه خط مايل كده، خط المايل ده بيعمل بلوك كويس قوي لخط الضغط، تمام؟ طيب لو الراجل ده، نرجع تاني للموقف ده، موقف اللعب ده، لو الراجل ده راح ناحيه الليفت، ها؟ سيف هيقطع. برافو عليك، سيف ايه؟ هيعمل الكفر. محمد عطيه هنا، الراجل ده هنا، تحت الكوره باكبر عدد، نأمن كويس قوي، نعمل بلوك كويس قوي دفاعي، يبقى عندنا كثافه عدديه، دايما يبقى عندي زياده عدديه في الناحيه الدفاعيه، مش العكس. اصل عصفور في اليد ولا 10 على الشجره. طول ما انا ما دخلتش فيها جول، طول ما انا هعرف ايه؟ اجيب جول. طول ما انا هعرف اجيب ايه؟ جول. لا ولا خاف، تمام؟ ولا توتر، الماتش ان شاء الله بتاعك، بس اهم حاجه نلعب كوره قدم محترمه بتليق بيكم. انا مش عارف ان انتوا لعيبه كوره، مش هوجه لكم الكلام ده ولا هشرح في المحاضره الكلام ده. كل المطلوب في كل لعيب فيكم ينزل مركز. المجموعه اللي بتلعب زي المجموعه اللي قاعده بره، مش اقل من تركيزهم. المجموعه اللي قاعده بره بتقرا قراءه للفرقه وبتبص على الملعب كويس قوي، عشان اي لاعب لو استعنت بيه ونزل يأدي بنفس الاداء واحسن. ما احنا واحنا قاعدين بره بنشوف الملعب وبنقرا وفي قراءه للمباراه، تمام؟ بنشوف نقط القوه ونقط الضعف، مش قاعدين بره كده. نقط الضعف نبدا ايه؟ نعالجها بالنسبه لنا. نقط القوه نبدا نشتغل عليها، تمام؟ طب نقط الضعف عندهم نبدا نستغلها ونعمل عندنا حلول، نبدا نخترق الحته دي. لو عنده في عمق الملعب مثلا السرد باكين، تمام؟ عندهم الناحيه قليله، خلاص؟ لما بنشتغل عليهم يبقى بنشتغل بقوه،
تمام؟ يبقى في سرعه فين؟ في الاداء. في سرعه في الاداء، نقدر نعمل لهم خلخله حتى في واحد ضد واحد. موقف واحد ضد واحد. سوري. موقف واحد ضد واحد. يعني الراجل ده هنا والراجل واحد ضد واحد. تمام؟ يبقى عندي حلول وانا بعمله، يبقى انا بعمل له الفنج على الزاويه او على الرجل اللي بعيده عن اللعب. انا مش عايزها. يعني مثلا انا عايز اخش اخترق للعمق. عايز اخش لجوه اخترق من العمق. اعمل ايه؟ برافو عليك يا شاطر. اعمل فنت لبره. تمام؟ الراجل ده هيروح كده عشان اوسع السكه لنفسي. اروح بيها. تمام؟ اقدر اجيب جون. ممكن الراجل ده بيهرب من الرقابه ويروح ويزيد. يبقى عندي حلين، حارس المرمى طلع يقابل اهو. ركز في الحته دي قوي يا بربون. مش عايزين نضيع. فرقه كويسه ها ما بتضيعش كتير. فرقه كويسه اللي هتواجهها تمام بتعتمد زي ما قلنا على الايه؟ على التصويب من بعيد، على الكرات العاليه. فانا بحد الكلام ده بالبلوك اللي احنا عملناه بطريقه لعبنا. ما استعجلش على الفوز، كده ربنا هيكرم. تمام؟ في شوطين في المباراه اقدر استغلهم ان شاء الله على اكمل وجه. اهم حاجه نجمع ايه؟ في البدايه نجمع لعبنا كويس وما تقلقش من اي حاجه. مش عايزك تخاف. خفت مش تلعب كوره، انت عندك ثقه مالهاش حدود. مين اللي كان تاني الجدول؟ لا اللي احنا لعبناه النجم العالمي. النجم العالمي ده مع احترامي، مع كامل احترامي له، انت كسبته كام؟ يعني انت تقدر تكسب AHM سكور كويس بنفس الاداء اللي انت عملته افضل. بنفس الاداء والاسلوب اللي انت لعبت بيه هو افضل. اهم حاجه انزل الملعب فايق فريش بنلاقي بعض. الاثنين دول رمانة الميزان. تمام؟ لما بنبدا الكره تتعمل ناحيه الليفت او ناحيه الرايت، تمام؟ سواء ناحيه الليفت او ناحيه الرايت، تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ زي ما احنا قايلين قبل كده مرارا وتكرارا، اللاعب القريب للكوره بيعمل ايه؟ بينزل يسقط، تتحط له، ده بيقابله، يهرب من الرقابه، تعمل له، يبدا يطور ايه؟ اللعب في الشق الهجومي، سواء من ناحيه الليفت او من ناحيه الايه؟ من ناحيه الرايت. تمام؟ مهم قوي يا رجاله، بقول نقط مهمه، مش عايز اسحمك بشرح كتير وبكلام كتير. انت فاهم الهدف بتاعك هو الفوز. طب اجيبه ازاي يا كابتن؟ بالطريقه اللي نقدر نشتغل فيها ونقدر نجيب المكسب ان شاء الله. عايز اقول تاني الناس اللي قاعده بره تحب تذل زمايلها اللي موجودين جوه ويشجعوهم ويأزروهم، يبقى في ربط وحب بين اللعيبه وبين بعضها، سواء اللي بره سواء اللي جوه، الاثنين مع بعض تلاحم واحد، تيم واحد، تيم بمعنى الكلمه. هنا في حب. العب زي ما لعبتش، اهم حاجه الفرقه ايه؟ تكسب الماتش. كسبنا الماتش هيقولوا مين؟ الاهلي اللي كسب. تمام؟ مش هيقولوا مين؟ فلان اللي كسب. مش فردي، العمل جماعي. مش هيقولوا الكابتن وائل اللي كسب. لا، هيقولوا النادي الاهلي اللي كسب. فرقه الاهلي هي اللي كسبت. تمام؟ كلمه النادي الاهلي هي اللي كسبت. مهمه قوي دي. ماشي يا رجاله؟ خلاص؟ هو فيش غيرك النهارده يا شط؟ ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعمل ماتش محترم. وانتم مع بعض كده بقى نقعد مع بعض كده تاني ونفتح. لا مع بعض لو في اي حاجه هعملها معاك. يلا يا حمزه فوق كده. حمزه انت نايم. وسع كده. اللهم
اللهم اجعل الصعب سهل. اللهم اجعل الصعب سهل. اللهم اجعل الصعب سهل. اللهم اجعل الصعب سهل. إن شئت إن شئت